السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، وصلنا للدرس الثاني من الوحدة العاشرة، وهو درس حجم المنشور الثلاثي. طبعا أول شيء، ما هو المنشور الثلاثي؟ المنشور الثلاثي عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد. وممكن تشبيهه بالخيمة. لاحظوا شلون شكل الخيمة يعتبر منشور ثلاثي. ليش؟ لأنه مؤلفة من مثلث، وفي مثلث ثاني في الجهة المقابلة. لاحظوا شلون مثلثين متقابلين هون. طبعا في مثلث بالطرف الأول ومثلث بالطرف الثاني، وفي بيناتهم إيش؟ في بيناتهم مثل مستطيلات توصل بين هذول المثلثين. فهذا الشكل اللي بيشبه شكل الخيمة يعتبر منشور ثلاثي. يعني قاعدته شو شكله؟ قاعدته شكلها مثلث. لاحظوا شلون هذا منشور ثلاثي، هذا كمان منشور ثلاثي، قاعدته عبارة عن مثلث. طيب، شو هو حجم المنشور الثلاثي؟ طبعا حجم المنشور الثلاثي قانونه كالتالي: V يساوي B ضرب H. ال V يعني حجم المنشور، ال B هي مساحة القاعدة، مساحة القاعدة. وطبعا نحن القاعدة هون عندنا شو هي؟ هي مثلث، وبالتالي ال B هي مساحة القاعدة أي مساحة المثلث، ضرب H والذي هو ارتفاع المنشور. يعني لاحظوا عندي هون المنشور شلون. في عندي مثلث اللي هو هاد، بحسب مساحته وبضربه بإيش؟ بضربه بالارتفاع اللي هو ارتفاع المنشور H، بيطلع معي حجم المنشور. خلونا نبدأ بحل مسائل لحتى توضح الفكرة عنا بشكل كويس. آه ننتقل إلى تمارين ذاتية. عم بيقول لنا هون: أوجد حجم كل منشور وقرب إلى أقرب جزء من 10 إذا لزم الأمر. بنجي بنحسب نحن حجم المنشور الأول. لاحظوا معي يا طلاب، المنشور الأول شلون بدي أحسب حجمه؟ بروح بكتب V يساوي B ضرب اتش. بي ضرب اتش. البي اتفقنا مساحة القاعدة. بجي بفكر هون، شو هي القاعدة بهاي الرسمة هون؟ بنلاحظ القاعدة عبارة عن هذا المثلث اللي هون. تمام. وبالتالي بي هي مساحة المثلث. طيب، كيف أنا كنت أحسب مساحة المثلث؟ مساحة المثلث شو كانت يا طلاب؟ كانت عبارة عن نص. أول شيء البي شو بعوضه؟ بكتب نص ضرب قاعدة المثلث. شايفين هذا المثلث؟ قاعدته مين هي؟ هي الرقم 7. يعني نص القاعدة ضرب ارتفاع المثلث اللي هو هاد، فبضربه بستة، فبصير نص ضرب 7 ضرب 6. بسكر القوس، هذا بيكون مين؟ عبارة عن بي. طيب، ضرب اتش. الاتش مين هي الاتش؟ ارتفاع المنشور. اتفقنا هو اللي بيوصل بين المثلثين. قديش هذا مسافته؟ 16 متر، فبكتب هون ضرب 16. معناها هدول القوسين هن عبارة عن بي، وهي 16 هي عبارة عن مين؟ عن ارتفاع المنشور. هذا الكلام بجي بحسبه، بطلع معي الجواب النهائي. فعندي أنا أول شغلة في اختصار، يفضل دائما أول شيء تختصروا. الستة والاثنين بيختصروا، بتقسموا اثنيناتهم على اثنين. فستة تقسيم اثنين فيها ثلاثة، واثنين تقسيم اثنين فيها واحد. صار عندي سبعة ضرب ثلاثة ضرب 16. سبعة ضرب ثلاثة 21، هي 21. بنزل ضرب 16، بضرب 21 ضرب 16، ممكن ضرب عمودي بهذا الشكل. 6 في 1 6، 6 في 2 12، بحط هون 2، بحط 12 كاملة. بعدين بحط صفر. 1 في 1 1، 1 في 2 2، بجمع 6 3 3، بيطلع 336 متر للتكعيب. متر ايش؟ للتكعيب، طالما هون وحدة القياس بالمتر، فبطلع متر للتكعيب. طيب، خلونا ناخذ الثاني. تاني وحدة بده حجم هذا المنشور. فورا بحط V يساوي B ضرب H. طيب، البي ايش قد اتفقنا؟ بفتح قوسين. البي هي مساحة المثلث. المثلث عندي هي قاعدته 6 وارتفاعه 5.2، فبحط أول شيء نص القاعدة اللي هي 6 ضرب الارتفاع اللي هو 5.2، هي 5.2، ضرب الاتش الخارجية اللي هي البعد بين المثلثين. ايش قد هي؟ لاحظوا، 6 ولا 6 ولا 9؟ طبعا باخذ التسعة. هاي هي الارتفاع المنشور، هذا هو ارتفاع المنشور، فبيطلع معي 9. وبحسب، بقول يساوي. شو في عندي اختصار؟ طبعا كمان هون 2 والستة، هي فيها 3، هي فيها 1. صار عندي 3 ضرب 5.2 ضرب 9. بضرب أول شيء 3 ضرب 5.2، بيطلع معي 15.6 ضرب إيش؟ ضرب 9.
15.6 ضرب 9، طبعا هون بدي أضرب عمودي، فبحط 15.6 ضرب 9. 9 في 6 54، هي 4 و5 فوق. 9 في 5 45، و5 50، بحط صفر و5 فوق. 9 في 1 9 و5 14، هي 14. كم رقم بدي أعد وأحط فاصلة؟ عندي رقم واحد على يمين الفاصلة، فبعد رقم وبحط الفاصلة، فبيطلع معي 140.4 متر للتكعيب كمان. نفس وحدة القياس. طيب، خلينا نشوف المسألة الثالثة. بده حجم هذا المنشور، فبكتب أول شيء في يساوي بي ضرب اتش، يعني القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة في الارتفاع. مساحة القاعدة هي مساحة المثلث اللي هو هذا. لاحظوا هذا المثلث، انتبهوا عليه. المثلث هاد وين قاعدته وين ارتفاعه؟ هي ملاحظة مهمة، لازم نحدد القاعدة والارتفاع. يا طلاب، القاعدة والارتفاع لازم يكونوا عموديين على بعض. يعني ما بيصير نقول هاي القاعدة مثلا وهذا هو الارتفاع، غلط. لأنه لاحظوا شلون، هون من عموديين على بعض، غير عموديين على بعض. شو لازم نعمل؟ لازم ناخذ ضلعين عموديين على بعض نعتبرهم هن القاعدة والارتفاع. بمعنى، ممكن اعتبار القاعدة والارتفاع هو الضلع هاد والضلع هاد. هدول ممكن اعتبارهم قاعدة وارتفاع. ليش؟ لأنه عموديين على بعض، يعني الزاوية بيناتهم قائمة. وبالتالي إذا عندنا القاعدة 5.7، الارتفاع قديش؟ الارتفاع راح يكون هاد. طيب هذا شو قد قيمته؟ ما هي موجودة هون، موجودة ورا. شوفوا شلون، شايفين 7.6؟ 7.6 تساوي هاد، لأنه هدول متوازيين ومنطبقين. وبالتالي هذا فيني أعتبره 7.6 سنتيمتر. معناها بالنسبة لمساحة القاعدة، أول شيء بكتب نص ضرب قاعدة المثلث اللي هي 5.7 ضرب ارتفاع المثلث اللي هو 7.6. 7.6، وبسكر القوس. بعدين بقول ضرب ارتفاع المنشور الكلي اللي هو مين؟ اللي هو المسافة بين المثلثين اللي هو 4.8. 4.8. والله بحسب. أول شغلة، آه طبعا هون 5.7 وليس 5.6. أيوة، خربطنا فيها. 5.7، تمام. هلا شو في عندي اختصار؟ بلاحظ أنا 7.6 بتتقسم على 2. 7.6 بتتقسم على 2. ليش؟ لأنه الستة عدد زوجي. طيب شلون رح نقسمها على 2؟ خلونا نقسمها قسمة مطولة. فبحط هون 7.6 تقسيم 2. 7 كم مرة فيها 2؟ فيها 3. 3 ضرب 2 6. نطرح. 7 ناقص 6 1، تمام. هلا الفاصلة هي بطالع لفوق وبنزل الستة. 16 تقسيم 2 8. 8 في 2 16، بنلاحظ الباقي صار صفر. وبالتالي 5 7.6 تقسيم 2 بيطلع 3.8، و2 تقسيم 2 بيطلع 1. فهلا شو صار عنا؟ صار عنا 5.7 ضرب 3.8. فبدي اضربهم ببعضهم، بكتب هون 5.7 ضرب 3.8. 8 ضرب 7 فيها 56. هي 6 و5 فوق. 8 ضرب 5 40، و5 45. بحط صفر. 3 في 7 21. 3 في 5 15، و2 17. بجمع صار 6 6 11 2، يعني 2166. وفي عندي رقمين، يعني بصير عندي 21.66 ضرب 4.8. الله هدول بدي أضربهم في بعضهم. كمان ممكن أضربهم أنا ضرب عمودي. بحط هي 21.66 ضرب 4.8. 8 ضرب 6 بيطلع الجواب 48. هي 8 و4 فوق. 8 في 6 48، و4 52. هي 2 و5 فوق. 8 بواحد 8، و5 13. هي 3 و1 فوق. 8 ضرب 2 16، و1 17. بحط صفر وبضرب الأربعة بالكل. طبعا هدول خلص ما بقالوا نزمة، بنساهم. 4 ضرب 6 24. هي 4 و2 فوق. 4 في 6 24، و2 26. هي 6 و2 فوق. 4 في 1 4، و2 6. 4 في 2 8. بجمع هدول الرقمين يصير 8 6 9 13 10.
وكم رقم على يمين الفاصلة؟ رقم، رقمين، ثلاث أرقام، فبحط واحد اثنين ثلاثة، فبيطلع 103.968. بس أنا إذا بتذكر شو قال قرب لأقرب جزء من 10، وبالتالي بدي أقرب لعند التسعة، هي جزء من 10. فاللي بعد التسعة شو هو، رقم كريم ولا بخيل؟ بلاحظ الستة رقم كريم، وبالتالي التسعة رح تتحول لواحد صحيح. 0.9 رح تتحول إلى واحد صحيح، وبالتالي 103 رح تصير 104 سنتيمتر للتكعيب. والله بنلاحظ المسألة الرابعة شو عم بتقول. مدرج للكراسي المتحركة على شكل منشور ثلاثي، تبلغ مساحة قاعدته 37.4 وارتفاعه 5 أمتار. طبعا هون وفر علينا كثير. ليش؟ خلونا نكتب القانون. نكتب V يساوي بي اتش، بي ضرب اتش. هون أعطانا مساحة القاعدة جاهزة، ما قلنا لا والله مثلث ارتفاعه وقاعدته كذا، لا، أعطانا مساحة القاعدة جاهزة. فبكتب مكان بي 37.4 ضرب، ومكان الارتفاع بكتب 5، وبضربهم في بعضهم بيطلع معي الجواب 187 متر للتكعيب. منشور ثلاثي ارتفاعه، أعطانا ارتفاعه يعني الاتش، والقاعدة المثلثة طول قاعدتها 3 وارتفاعها 8. معناها هون أعطانا المثلث، ما أعطانا مساحته كله، أعطانا طول قاعدته وارتفاع المثلث. وبالتالي بقول أنا V يساوي مساحة القاعدة ضرب ارتفاع المنشور. مساحة القاعدة يعني مساحة المثلث، بكتب هي نص ضرب طول قاعدة المثلث 3 ضرب ارتفاع المثلث 8 ضرب ارتفاع المنشور اللي هو 9. طبعا بدنا نفرق بين ارتفاع المثلث وارتفاع المنشور. ها، ارتفاع المثلث شيء وارتفاع المنشور شيء ثاني. فنحن عندنا هون 8 والاثنين بتقسموا على 2، هاي فيها تقسيم 2 فيها 4، هاي تقسيم 2 فيها 1. وبنضرب 3 في 4 12 ضرب 9. 12 ضرب 9 بيطلع معنا 108 سنتيمتر للتكعيب. ليش سنتيمتر؟ لأنه هو أعطانا الأطوال بالسنتيمترات. هلا قال أوجد البعد المفقود في كل منشور. هلا بنلاحظ هون عنا هذا المنشور أعطانا حجم وطلب حساب البعد المجهول. هون البعد المجهول هو إكس. طيب خلونا نفكر. هذا إكس شو يمثل؟ يمثل هذا الضلع. هذا الضلع إذا بنلاحظ هو نفسه مين؟ نفسه هذا الضلع، لأنه هذول ضلعين متطابقين، وبالتالي هذا هو الضلع الناقص. طيب هذا الضلع شو هو عبارة عن إيش؟ بنلاحظ عبارة عن ارتفاع هذا المثلث. عندنا نحن هذا المثلث هيك، هيك، هيك. الناقصنا هو ارتفاعه. وبالتالي شلون بدي أحسبه؟ قال أول شيء بحط أنا قانون الحجم اللي بعرفه. بكتب V يساوي بمساحة القاعدة اللي هو مساحة المثلث ضرب H ارتفاع المنشور. طيب كل شغلة بعوض بقيمتها. الفي عنا إياها 30 يساوي البي هو عبارة عن نص ضرب قاعدة المثلث اللي هي 10 ضرب ارتفاع المثلث اللي هو اكس، اللي ما بعرفها بدي احسبها، اللي هي مين؟ اللي هي اكس. خلينا نكتب هون اكس، معناتها نص ضرب 10 ضرب اكس ضرب اللي برا اتش. شو هي اتش؟ اتش هي ارتفاع المنشور اللي هو هاد. ارتفاع المنشور اتفقنا بدنا نفرقه عن ارتفاع المثلث. هذا الضلع اللي هون هو ارتفاع المثلث، بينما ارتفاع المنشور اتش هو البعد بين المثلثين، يعني هذا هو اللي هو 3، معناها ضرب 3. المطلوب شو هو يا طلاب؟ المطلوب هو اكس. طيب لحتى احسب اكس خليني اختصر الارقام هدول كلياتها. فانا اول شيء بلاحظ عندي العشرة والاثنين بتقسموا على اثنين، فالعشرة تقسيم اثنين 5، واثنين تقسيم اثنين 1. أه بنزل اول شيء 30 يساوي 5، بدي اضربها في 3. 5 ضرب 3 15، بحط 15 وبكتب الاكس، لأنه واحد بخمسة 5 وخمسة في 3 15، وإكس بحط 15 إكس.
هلا انا صار وصلت لهون. لحتى احسب اكس لحالها بدي اتخلص من 15، فبقسم الطرفين على 15. 15 هي بتروح، بيصير في عندي اكس يساوي 30 تقسيم 15. طبعا 30 تقسيم 15 فيها 2، فبيطلع معي اكس يساوي 2. معناها ارتفاع هذا المنشور يساوي 2. ارتفاع هذا المنشور يساوي 2. طيب، التمرين السابع بنلاحظ ايضا نفس الامر. شو هو الشيء المطلوب؟ المطلوب هو ارتفاع المثلث. لاحظوا شلون هون المنشور المعطى، حجم المنشور ومعطى قاعدة المثلث وارتفاع المنشور، وبالتالي مطلوب فقط ايش؟ ارتفاع المثلث. فبكتب القانون V يساوي B ضرب H، مساحة المثلث ضرب ارتفاع المنشور. ال V عنا يا 390، هي 390 ضرب ال B هو نص، اتفقنا بفتح قوسين نص، ضرب قاعدة المثلث اللي هي 6.5، ضرب ارتفاع المثلث اللي هو اكس اللي لازم احسبه، ضرب ايش؟ ضرب ارتفاع المنشور اللي هو 15. طيب هلا شو بدي اعمل؟ بدي اول شيء اضرب الستة ونص اقسمها على 2، اختصر 6.5 تقسيم 2، والجواب اضربه ب 15. فاول شغلة 6.5 تقسيم 2، 6.5 تقسيم 2 بيطلع معي 3.25، و2 على 2 فيها 1. بعدين اخذ الجواب 3.25 اضربه بايش؟ اضربه ب 15. ف 3.25 ضرب 15 بيطلع معي الجواب 48.75. معناها بيطلع معي 48.75، وبحط الاكس. والطرف الثاني شو عندي؟ عندي 90، عندي 390، هي 390. تمام. هلا انا شو بدي؟ اتفقنا بدي اكس، وبالتالي بدي اتخلص من هالرقم. كيف؟ بقسم الطرفين على 48.75، وهي 48.75 بالقسمة. بطلع معي الجواب 8. هدول لما بقسمهم على بعضهم بطلع 8 يساوي، وهي بتروح مع هي بيطلع معي اكس، معناها اكس يساوي 8. معناها اكس يساوي 8. طيب، بنفس الطريقة خليني انتقل لآخر واحد. بلاحظ هون عندي أنا المثلث، عندي قاعدته للمثلث وعندي ارتفاع المثلث، هدول جاهزين. ولكن شو ناقصني؟ لاحظوا ناقصني هي. فهي الإكس هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن ارتفاع المنشور، لأنه هي المسافة بين المثلثين، المثلث الأول والمثلث الأخير، اللي بيوصل بيناتهم اتفقنا شو هو؟ ارتفاع المنشور. معناها ارتفاع المنشور هو الناقصني. فبكتب أول شيء القانون V يساوي B بي اتش. الفي عندي اياه 98 يساوي البي هو نص قاعدة المثلث اللي هي 9.8، ضرب ارتفاع المثلث كمان عندي اياه هو 5. ولكن الاتش شو عندي اياها؟ عندي اياها اكس، وبالتالي انا بدي احسب اكس. كيف راح احسب اكس؟ بحسب هذا الرقم كلياته اول شيء. فبحط اول شيء 98 يساوي 9.8 تقسيم 2. لما بقسم 9.8 على 2 بيطلع معي الجواب 4.9، و2 تقسيم 2 1. فبصير عندي 4.9 ضرب 5. 4.5 4.9 ضرب 5 بيطلع معي الجواب 24 ونص. هي 24 ونص، وبنزل الاكس. هلا شو بدي احسب اكس؟ بقسم الطرفين على هذا الرقم، فبقسم هي على 24 ونص، بقسم هي على 24 ونص. هدول مع هاد مع هاد بيروح، بيضل عندي 98 تقسيم 24 ونص، وبيطلع معي الجواب 4. معناها بيطلع معي هون اكس يساوي 4. بيطلع معي اكس يساوي 4. وليمتلك عيسى مشتلا له الأبعاد الموضحة، حجم المشتل 90 متر، احسب البعد المجهول. كمان هون عبارة عن منشور ثلاثي. بنلاحظ أعطاني إيش؟ أعطاني ارتفاع المثلث وأيضا قاعدة المثلث، وطلب اتش يعني طلب ارتفاع المنشور. نفس الأمر بالضبط، بكتب V يساوي B ضرب اتش. الفي أعطاني إياه طبعا بالمسألة شو قال لي؟ قال لي 90 متر مكعب، معناها في 90. البي هو نص
ضرب 6 ضرب 3 اللي هو ارتفاع المثلث ضرب اتش. الاتش مجهولة بدي احسبها. لحتى احسبها اول شيء 6 و2 هي بتصير 3 وهي بتصير 1. فبكتب هون 90 يساوي 3 ضرب 3 9 وبحط الاتش. بقسم الطرفين على 9. هي مع هي بتروح بينزل اتش يساوي 90 تقسيم 9 10 معناها اتش يساوي 10. يطلع معي اتش يساوي 10 متر. السؤال العاشر بنلاحظ عم بيقول قامت نسرين بعمل نموذج المنزل موضح أن هذا نموذج المنزل. عم بيقول ما حجم الطابق الأرضي. الطابق الأرضي يا طلاب بنلاحظ عبارة عن شكله عن إيش؟ عن منشور مستطيل القاعدة. الطابق الأرضي اللي هو تحت، اللي هو هاد بدي أغمق لكم إياه مشان يبين عليكم أكثر. عنا هاد هيك 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 هيك. ماشي، وطبعا في كمان لورا بهذا الشكل. هذا الطابق الأرضي. هذا الطابق الأرضي إذا بنركز فيه شو شكله؟ شكله صندوقي. وبالتالي بنطبق قانون مساحة أو حجم المنشور مستطيل القاعدة. وبالتالي بقول حجم الطابق الأرضي بهذا الشكل V يساوي B. طبعا V ضرب H. ولكن B هالمرة ليس مساحة مثلث وإنما مساحة مستطيل. طيب المستطيل شو مساحته؟ مساحة المستطيل هو الطول ضرب العرض. الطول 20 فبحط 20 ضرب العرض ايش قد او الارتفاع تبع المستطيل هو 10. ف20 ضرب 10 ضرب ارتفاع المنشور اللي هو البعد بين القاعدة الأولى اللي هي والقاعدة الثانية اللي هي. شو البعد بيناتهم؟ البعد بيناتهم هو هاد اللي هو 45 متر ضرب 45، عفوا 45 سنتيمتر. وبالتالي بضربهم هدول في بعضهم. 20 ضرب 10 200، 200 ضرب 45 بيطلع معي الجواب 9000. 9000 سنتيمتر للتكعيب. هذا بالنسبة لحجم الطابق الأرضي. هلا حجم العلية. هلا العلية إذا بنركز فيها بنلاحظ إنه هي عبارة عن شكل منشور ثلاثي. هي هذا هيك 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 هيك. لاحظوا شلون العلية شو شكلها؟ العلية شكلها شكل منشور ثلاثي بهذا الشكل. وبالتالي بنستخدم قانون حجم المنشور الثلاثي. فبحط V يساوي B ضرب H. البي عندي إياها نص قاعدة المثلث اللي هي التي ايش قد هي طوله. طبعا طوله هو نفس هذا اللي تحت اللي هو 20 معناتها نص ضرب 20 ضرب الارتفاع. الارتفاع أعطاني إياه 8 ضرب ارتفاع المنشور كله اللي هو البعد بين المثلثين اللي هو نفسه 45. يلا هلا 20 و2 هي فيها 10 هي فيها 1. 10 ضرب 8 80. بصير عندي 80 ضرب 45. بدي أضرب 80 ضرب 45 ممكن ضرب عمودي بيطلع معكم الجواب 80 ضرب 45 بيطلع 3600 سنتيمتر للتكعيب. معناها اللي تحت حجمه 9000 سنتيمتر تكعيب واللي فوق حجمه 3600 سنتيمتر للتكعيب. طيب. طيب بالنسبة لتمرين إضافي راح أسرع الفيديو لأنه ما ضل أفكار جديدة ولكن بس مشان تعرفوا طريقة الحل.